مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله بكم في قناة أم أيهم. في هذا الفيديو وأقوم دقيق لكي محمد جيمنج 705 اشتركوا بقناته بليز. إذا بسم الله نبدأ بالحمد لله قناة محمد جيمنج. درسنا الحصيلة 2 صفحة 35 كتاب الرياضيات للسنوات الخامسة. إذا هنا عندنا التمرين الأول يحكي على واش؟ على الأطوال. نبدأ الأطوال الأول مع بعض. التمرين الأول واش قلنا؟ أراد أمين مقارنة أقطار كرة الرياضات. بحث في الإنترنت ووجد ما يلي: عندنا كرة السلة، كرة القدم، كرة التنس، كرة اليد. هنا واش صاب 24.8 سنتيمتر، كرة القدم 2.2 ديسيمتر، كرة التنس 64 مليمتر، وكرة اليد 1 ديسيمتر و 8 سنتيمتر و4 مليمتر. سؤال واش هو قلنا؟ قال لك ساعد أمين على ترتيب هذه الأطوال. إذا لكن شكون الأول شكون الثاني شكون الثالث؟ هنا ما قالناش صغير ولا الكبير، إذا نرتبوهم فقط. شكون الكبير؟ نبداو من الصغير للكبير هكذا، ولا من الكبير صغير كما حبيتوا. إذا حنا نبداو من الصغير للكبير أحسن. شكون الكبير كاع؟ حنا واش نديرو هنا؟ تقدروا تجاوبوا ديريكت، مي بصح من الأحسن واش نديرو جدول التحويلات. إذا جدول التحويلات هنا نحولوهم للمتر. الأطوال. إذا عندنا المتر هي الوسطانية، شوفوا تبداو بها المتر، تخليوها هي الوسطانية وتبداو عندنا 3 منها هكذا، 1 2 3، والأخيرة مليمتر يا أصدقاء كما تنسوش. هنا طريقة كنتعطون بلا ما نديروها باسكو هنا ما كاش، كاين غير هادو نخدمو غير بهادو. اوكي. هكذا. إذا المتر، وهنا الأولى كاع شكون؟ كيلومتر، هكتومتر، سنتيمتر، مليمتر. إذا هكذا نكتبوهم. عندنا واش قالنا؟ عندنا كرة اليد. نبداو كرة اليد. قالك 1 ديسيمتر، إذا نقلب ديسيمتر 1 ديسيمتر نجي نكتب الواحد بجدول 8 ديسيمتر. سنتيمتر نجي سنتيمتر نكتب سنتيمتر 4 مليمتر نجي المليمتر نكتب 4. هذه كرة اليد هكذا. وعندنا هنا كرة التنس 64 مليمتر. 64 مليمتر. الوحدات هنا وشنو هي 4. نعم 4 هذيك نكتبوها في الوحدة في المليمتر ونحبط. إذا ندير 4 و6 بالسنتيمتر. خانة 2 أرقام، كل رقم نكتبوه في خانة وحده. ديما نركز لكم على هذه النقطة. اوكي. إذا هذا وشنو هو؟ كرة اليد. تنس. واش عندنا أيضا؟ عندنا كرة القدم. عندنا كرة القدم شحال عندنا؟ 2.2 ديسيمتر. 2.2 ديسيمتر. إذا نجيو حنا الديسيمتر. الوحدات وشنو هي؟ ماشي هذه ورا الفاصلة هي الوحدات. الوحدات الآحاد، رقم الآحاد هو 2 الجزء الصحيح. هذا هو رقم الآحاد. إذا نحنا نكتبوا الآحاد في الوحدة في الديسيمتر. إذا نكتبوا الآحاد هنا في الديسيمتر 2 باش نديرو هنا فاصل 2. هكذا نكتبوها، نقولوا 2 ديسيمتر فاصل 2 هكذا. وعندنا هنا كرة السلة. إذا عندنا كرة السلة أيضا كيفاش نكتبوها؟ قالك 24.8 سنتيمتر. هنا وين راهي الوحدات؟ الآحاد، رقم الآحاد ماشي هو 8 اللي ورا الفاصلة، ليس رقم الآحاد. وين راه رقم الآحاد؟ هذا يقدم فاصلة 4 وحدات، العشرات، المئات. إذا اللي قبل الفاصلة هو رقم الآحاد. إذا رقم الآحاد نكتبوه في الوحدة. اوكي. الوحدة هي السنتيمتر. إذا للسنتيمتر نجيو هكذا نكتبو 24 هكذا. اوكي. قال لي فاصل 8. إذا نجيو 24 دقيقة 8 نكتبها هكا. دوك كتبناهم في الجدول نقدروا نعرفوا وين راه صغير وين راه كبير هكذا. هنا واش نقراها؟ كرة اليد دوكا عندهم كاع نفس الوحدة. كي نرجعوها المليمتر ديريكت هكذا تعطينا 184 مليمتر. نرجعوها كاع المليمتر، نقراوها كاع بالمليمتر. اوكي. تعطينا شوفوا كرة اليد شحال تعطينا 184
84 مليمتر. مليمتر. وكرة التنس 64 ملم. عطينا كي نرجعوها كاع المليمتر شحال تعطينا؟ 64 ملم. هكذا هي اصلا هي 64 مليمتر. هاي 64 مليمتر. وعندنا كرة القدم، انا نشرح بس دقيقة. كرة القدم تعطينا 2.2 ديسيمتر. اذا كي نحب نرجع شحال مليمتر واش ندير؟ الصفر. الصفر كي نقراها بالمليمتر نقراها بدون فاصلة، نقول 200 اوكي. مليمتر هكذا. اذا نقول 220 ام. وعندنا الاخيره كره السله. كيفاش نقراوها ايضا؟ هنا تعطينا 24 سنتيمتر فاصل 8. لكن كم تساوي من مليمتر؟ نجي المليمتر ونقراها العدد كاع بدون فاصله. نقول تعطينا 248. تعطينا 248 ام. دوك سهله. دوك راهم كاع في المليمتر نرتبوهم. هذا 184، هذا 64، هذا 220، هذا 148. اذا شكون صغيره كاع عندنا كره التنس هكذا هو 64 ملم. ومن بعد 64 شكون كبير عليه؟ عندنا كرة اليد 184 هو 2. ومن بعد كرة القدم 220 هو صغير. عندنا 3. وأكبر واحدة هي كرة السلة. كي نرتبوهم مثلا نقولوا شكون هي الأولى؟ كرة التنس. ومن بعد تعطينا شكون؟ تعطينا كرة واش قلنا؟ كرة اليد. ومن بعد تعطينا واش؟ كرة القدم. أنا آسف لأنك قطعت المقطع. يا اشتركوا بقناتي واكتبوا لي في الكومنتات إذا فهمتم أو لا. السلة. إذا أوكي. هذه هي. إذا أعزائي هاوليك التصحيح المنظم، هاوليك التحويل. درنا التحويل حولنا للمليمتر كما فهمتكم ورتبنا الأطوال. عندنا 2 قال لك وضعت حنين في غرفتها على طول الحائط سريرا وخزانة. أوكي. ما هو طول الجزء غير المستعمل من الحائط؟ إذا احنا ما نقدروش نجاوبوا هكذا بدون معطيات. إذا تقولوا لي وراهي المعطيات نقول لكم راهي هنا في هذه الصورة. أنا واش قدرنا نقربوها لك. إذا واش عطانا هنا؟ عطانا هاوليك الحائط هذا كاع شحال عنده؟ 3 مترات و20 سنتيمتر هكذا مكتوب. اوكي. وهنا في الخزانة هاي لك الخزانة عندها 9 سنتيمتر. أما السرير واش عنده؟ 1 متر و20 سنتيمتر. هادو المعطيات. نعاودو نكتبو المعطيات باش نقدروا نخدموا. غير بالمعطيات. المعطيات نجاوبو كلشي رابيد. إذا عندنا هنا طول الحائط هكذا. المعطيات هذه يعني نكتبها. طول الحائط هاوليك عنده 3 متر و20 سنتيمتر. اوكي. طول الخزانة اوكي تعطينا 90 سنتيمتر. وعندنا طول السرير اوكي خلينا نشوف. شحال يعطينا؟ 1 متر 20 سنتيمتر. هاد المعطيات ما جبتهمش من راسي. اوكي. في هاد الصورة مرسومين هنا. اوكي. نجاوبوا لازم يكون عندنا معطيات. إذا المعطيات الصورة اجبدوا يصغى كتابكم وركزوا معانا. والجدول تاع مقبل انا نسيت مسحتهم بلي فاسون هذيك اللي كتبناهم مقبل ونحطوا هاد المعطيات في هذاك الجدول تاع مقبل. اوكي. اذا واش عندنا هنا؟ قال لك طول الحائط هو 3 متر. نجي للمتر نكتب 3. قال لك 20 سنتيمتر. اذا سنتيمتر هايليك نكتب الصفر بالسنتيمتر. اذا الصفر هذيك نكتبوها هنا في السنتيمتر ونحبط هايليك 20 سنتيمتر. اذا هذه طول الحائط واش يولي كي نقراوها بالسنتيمتر كاع؟ يولي تساوي الى 320 سنتيمتر. اذا اولا حنا نديروا التحويل نحولوهم كاع لسنتيمتر هكذا. اذا كنحولوا هذا السنتيمتر 3 متر و20 سنتيمتر كي نحولوها لسنتيمتر نجي من السنتيمتر ندير هكا ونقرا كاع العدد اللي راني نشوف فيه. نقول 320 سنتيمتر. اذا طول الخزانه يعطيها لنا 90 سنتيمتر. اما طول السرير هي 1 متر. اذا نجيو نحطوها هنا هي 1 متر و20 ايضا سنتيمتر. اذا كيفاش نكتبوا 10 سنتيمتر؟ نجي للسنتيمتر نكتب الوحدات في الوحده ونحبط 20 هكذا. كيفاش تولي؟
تولي تجي السنتيمتر ونخبيو نقرا كاع هذا العدد نص سنتيمتر حبيت نقول تساوي 120 سنتيمتر. اذا هذه واش تولي عندنا 120 سنتيمتر. اول حاجه واش درنا التحويل. حولنا دونك هذا الجدول ما نحتاجوش. نسكمل الورقه تاعي باش نكملوا الخدمه تاعنا. قال لك دوك طول الحائط شحال عندنا؟ طول الحائط عندنا 320 سنتيمتر هكذا. قال لك الخزانه دات 90 سنتيمتر والسرير حكم 120 سنتيمتر. اذا الخزانه والسرير شحال حكموا بين زوج مع بعض؟ حكموا نديروا الجمع بيناتهم هكذا. نديروا 90 زائد 120 نشوفوا شحال حكم السرير والخزانه مع بعض. الخزانه والسرير البلاصه اللي حكموها شحال. كي نديروا عمليه الجمع 0 ساعه 11 تعطينا 11. نديروا الاحتفاظ 1 زائد 1 2 حكموا 210 سنتيمتر. اذا الخزانه هكذا والسرير شحال حكموا 210 سنتيمتر. دوك حبينا قال لك واش قال لك السؤال هنا؟ قال لك ما هو طول الجزء الغير المستعمل. حبينا نعرفوا ما هو طول الجزء الغير المستعمل. حنا الطول تاعنا واش عندنا؟ الحائط شحال عنده 320 سنتيمتر. الحائط عنده 320 سنتيمتر كاع هذاك الحيط. ومن بعد كي نقصوا منه الخزانه والسرير البلاصه اللي راهي محكومه تاع الخزانه والسرير نديروا ناقص 210. ومن بعد كي نديروا ناقص 210 واش نصيبوا الفراغ. هذيك البلاصه اللي قعدت الفراغ هذاك اللي قعد نصيبوا طول الجزء الغير المستعمل هكذا. اذا واش نديروا 320 ناقص 220 شحال تعطي؟ 320 ناقص 210 شحال تعطينا؟ اذا نديروا عمليه الطرح. 320 ناقص 210 صفر ناقص صفر 2 ناقص 1 3 ناقص 2 1 نصيبوا 110. اذا نصيبوا 110 السنتيمتر. هنا نقولوا طول الجزء الغير مستعمل من الحائط هو 110 سنتيمتر. كيفاش احتسبناها؟ جمعنا درنا قبل تحويل حولنا طول الحائط الى السنتيمتر ولا 320. الخزانه اصلا راهي فيها 90 سنتيمتر وحولنا طول السرير الى ايضا سنتيمتر حسبنا 120. اذا ما بين الحيط هذا كاع حيط هكذا يدير 320 هكذا. ومن بعد حطينا هنا السرير شحال يدير السرير؟ حسبناه ب 120. اذا حطينا منا السرير 120 وحطينا منا الخزانه ديال 90. شحال قعد من هذا الحائط كاع؟ قعد غير هذا وهذا شحال يساوي؟ واش نديروا حنا طول هذا الحائط كاع 320 هذا ناقص السرير زائد اسمو هذه الخزانه. يعني نجمعوا بين السرير والخزانه النتيجه اللي نسيبوها نقصوها من هذا الحائط كامل. ولا فقتوا الاجوبه تاعي انا؟ هذا قرشة كبيرة صغار. من عجبكم مقطع يا صغار ما قدرت اني بكملكم كل شيء. فات من انكم يا صغار انكم فهمتم جزء. المهم اكتبوا لي في الكومنتات اللي فهمتم يا صغار. انا ما بغيت اني بطول المقطع لان بخاف انه ما يتحمل او يصير له بعض الجليتشات. لذا اشتركوا بالقناة بقى جيدا يا صغار. وعلي مرحبا نحلوا سويج مع بعض البعض صغار. بنحلوا سويج مع بعض كل يوم يا صغار. المهم لازم تشتركون ما تخلونيش غير 3 اشتركوا.